بداية أتوجه بالتحية لجميع المتابعين عندي بهذه القناة، وأطلب منكم إذا تفضلتم مشكورين تفعيل زر الاشتراك لكي يصلكم كل جديد. سأتفاعل هذه المرة مع خبر ورد اليوم بخصوص تدابير جديدة لحجز مواعيد الفيزا بالمغرب. أعلنت شركة بيليس انترناسيونال المختصة في تقديم الخدمات القنصلية ومعالجة التأشيرات عن تطبيق إجراءات شاملة لمعالجة التحديات التي يواجهها المغاربة في حجز مواعيد تأشيرات إسبانيا، مؤكدة التزامها بتقديم نظام حجز عادل وشفاف وفعال. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على مواعيد التأشيرات الإسبانية من قبل المغاربة، إلى جانب تقارير إعلامية أكدت صعوبة الحصول على هذه المواعيد. التقرير ذاته أشار إلى انتشار شبكة وساطة تستحوذ على مواعيد الحجز وتعيد بيعها بأسعار مرتفعة، وهو ما تسبب في إحباط واسع النطاق بين المتقدمين، لا سيما أولئك الذين يسعون إلى جمع شمل أسرهم أو الحصول على فرص تعليمية في إسبانيا. متحدث باسم بيليس انترناسيونال قال إن الصعوبات التي واجهها المواطنون المغاربة في الحصول على مواعيد التأشيرات تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية، لذلك قمنا بتعزيز تدابير الأمان وتحسين جدولة المواعيد وتبسيط الإجراءات لضمان نظام حجز عادل وفعال. في هذا الصدد يضيف المتحدث: نعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية من أجل توفير فرص متساوية لكل مواطن مغربي يسعى إلى جمع شمل أسرته أو متابعة تعليمية أو السفر. وبطبيعة الحال من شأن هذه الإجراءات التي أعلنت عنها بيليس انترناسيونال أن تحد من نطاق السمسرة فيما يخص مواعيد الفيزا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.